اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل أجنحة مشوية، وهنعملها في صينية بطاطس. هنعمل شوية خضار كده تحت صينية الأجنحة دي. طبعا الفكرة دي ممكن تعملوها في الأوراق، أو تعملوها في الصدور، أو تعملوها في دبابيس، اي حاجه من تقطيعات الفراخ. وممكن انتوا لو هتعملوا مثلا اطعام او عازمين حد، ممكن تجيبوا الفراخ وتقطعوها رباع، وتعملوا نفس الخلطه دي وترصوها في صواني او في صاجات. تحطوا مثلا الاوراق في صاجه، والصدور في صاجه، لان طبعا الصدور مثلا بتستوي بعد الاوراق، فتبقى دي في ناحيه ودي في ناحيه لما يكون الكميه عندنا كبيره. لكن طبعا لما تكون الكميه مش كبيره فبنعملها كلها مع بعض في صينيه واحده او في صاجه واحده. نبتدي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب، انا جايبه معايا هنا 2 كيلو اجنحه. طبعا احنا كنا الاول بنعمل الاجنحه دي كيوم، يعني تفليته كده، لكن دلوقتي طبعا هي بقت ماسكه سعر. يعني انا الاجنحه بقت دلوقتي عامله 50 جنيه و60 جنيه. فانا جايبه 2 كيلو، وجبت بطاطس وطماطم وجبت بصل، وقلت كده هعملها كلها كده في صينيه، بحيث ان احنا ناكلها. يعني هي اللي قدامكم دي، الصينيه اللي قدامكم دي ممكن تكفي على يومين. بالفعل هي كفت ان هي في اليوم ده، وفاضت كمان لتاني يوم. لسه حتى عندي منها في التلاجة كمان. فيعني بتعمل كمية كويسة، بالذات ان الأجنحة اللي انتوا شايفينها دي تعتبر مش كبيرة. يعني الحجم بتاع الجناح نفسه مش كبير. فطبعا انت لو حسبتيها وقلت مثلا هعمل بطاطس مثلا، واعمل عجة جنبها، عجة بيض، او هعمل بيض مسلوق او حاجة، هتبص تلاقي الحاجات ديت برضو بتتكلف. فاحنا بالنسبة لنا الأجنحة عندنا احسن من السمك. يعني لما اكون هعمل اكلة سمك، اولادي يقولوا لا، يعني اعمل لنا أجنحة احسن، اعملها لنا مثلا بفيجيتار، اعملها لنا مثلا باللي هي خلطة الكريسبي، الكنتاكي، الحاجات ديت، او مشوية او اي حاجة. عندهم بيفضلوها عن يوم السمك بصراحة، مع ان السمك هو اللي فيه فوائد يعني. بعد كده بقى هتمسكي بقى كل جناح، تشيل الاظافر بتاعته كده، وبعدين هتجيبي مية ودقيق وخل وملح وتنقعها بيها. طبعا في ناس بتشيل الحتة اللي هي الزيادة بتاعت الجناح ديت، بس انا بصراحة ما بحبش شكل الجناح اللي هو كده، يعني بشيل الاظافر بس وبسيبه كده. في ناس بتقول ان بيبقى فيه شوية زفارة، بس انا بصراحة بغسلها كويس جدا وبنقعها شوية، فما بقاش فيها اي زفارة خالص. وانت براحتك، عايزة تشيلها شيليها، عايزة تسيبها سيبيها. كده انا خلصت كمية الاجنحة اللي قدامي ديت. انا كنت جايبة 2 كيلو. هاخدهم اهو على الحوض بقى. طبعا لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة، ارجو ان انت تشرفيني وتفعلي زر الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد. والاجنحة معايا اهي، حطيتها في تحت الحنفية كده. هغسلها غسلة كويسة جدا بايديا الاتنين كده، واقعد اغسل فيهم، واجيب محلول النقع بقى اللي احنا عرفناه كلنا، يعني عارفينه، ملح وخل ودقيق وليمون. صف كده المية منها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا انا عملت طريقة الاجنحة دي قبل كده في القناة. هو انا بعملها كتير بصراحة، لان احنا بنحبها يعني. فانا بعملها بكذا طريقة. يعني انا عملتها قبل كده في صينية بطاطس بطريقة غير طريقة النهاردة، وكنت عملتها مرة بطريقة، يعني كل مرة كده بعملها بطريقة مختلفة. هي لها كذا طريقة. كده حطيت خلاص الحاجة بتاعتي اللي انا هنقع بيها اهو. بعد كده هسيبها بقى شوية تتنقع يعني. وبعدين اهي نحط الخل. تديلها وقتها بقى في النقع. يعني قدامك مثلا نص ساعة، 3/4 ساعة، زي ما في وقت قدامك. انا سبتها شوية اهو، وبعدين رحت على الرخامة كده، جبت بولة وجبت زبادي، كوباية زبادي كده. طبعا الزبادي دي هي اللي بتخلي للصينية بتاعتنا النهاردة طعم. ممكن تقلبيها على
الخضار، وممكن تحطيها على الأجنحة أو الفراخ اللي انت هتعمليها. ممكن تحطي حتة هنا وحتة هنا. أنا بصراحة عملتها على الأجنحة وسبت الخضار. أنا أصلا رصيت الأجنحة فوق الخضار فهتاخد كلها من بعض. جبت كيس صلصة كده ونزلته لأن مكانش عندي علب صلصة. فلو انت هتحطي من علبة هتحطي بس معلقتين، وعلى كوباية الزبادي هتحطي كمان معلقتين خل، هتحطي دبس رمان، وهننزل بالبهارات ملح، هنحط فلفل، كمون، هنحط بودرة ثوم، بودرة بصل، كزبرة ناشفة، وهنحط بابريكا، وهنحط، انا طبعا مانيش فاكره الترتيب اللي انا عملت بيه. هنحط شطه وهنحط بابريكا، وهنحط كل البهارات اللي عندنا حطوها. يعني ممكن تحطوا كمان السبع بهارات لو موجود عندكم. طبعا لو مش موجود انت حطيت اصلا كل البهارات الموجوده، ممكن تستبدلي كل ده بالسبع بهارات. انا بصراحه لو انا عندي سبع بهارات برضو بحط من البهارات التانية كلها، وبحط معلقه من سبع بهارات كمان تاخد كلها من بعض. يبقى ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، بودره ثوم، بودره بصل، وبحط زعتر، وبحط كركم اصفر، وبحط كاري. طيب هنحط ايه مختلف هنا النهارده؟ هنحط بودره زعفران. بودرة الزعفران هتدي لون مش هتدي طعم. يعني انت لو عايزه لون اصفر في اي اكل تحطي بودرة زعفران، ما تكتريش في الكركم لانه بيدي لسعة شوية. فلو انت عايزه لون مش عايزه طعم حطي بودرة الزعفران كده. طبعا هنحط كل البهارات دي على دبس الرمان والملح والخل والزبادي والصلصة، وهنحط كمان حبة زيت. كل ده على بعضه بقى ونبتدي نقلبه بالطريقة دي. نبدأ كده نقلب بقى، نجيب اسباتيولا كده ولا اي مضرب كده نضرب بيه او اي معلقة يعني، نقلبهم كده كويس مع بعض لغاية ما يمتزجوا خالص مع بعض. طبعا انت في الوقت ده غسلتي بقى الاجنحة وصفطيها خالص من المية اللي كانت فيها كده. طبعا الاجنحة خدت وقتها معايا في النقع، كنت انا عملت التتبيلة دي. ولما انزل بهم مع بعض هسيبهم برضو شوية لغاية ما اقطع الخضار، فهتاخد من طعم التتبيلة. لو انت عايزة تعمليها على بيات اعمليها طبعا تبقى اجمل. لما تعمليها على بيات وتحطها على رف التلاجة كل حاجة بتشرب من التتبيلة بتبقى طعمها جميل جدا. قلبنا كده الأجنحة، نزلنا يعني خدنا الأجنحة كده في البولة اللي كانت فيها ونزلت بالتتبيل عليها، قلبتها كويس جدا. طبعا اللي يشوف التتبيلة في البولة يقول ده مش هتكفي ال2 كيلو أجنحة، لا بتكفي، بتعمل كمية كبيرة. طيب في حاجة يا جماعة، لو انتم مش عايزين اللون الأصفر ده ممكن تستغنوا عن بودرة الزعفران. أنا قلت إن هي طريقة مختلفة. في ناس بتحبها بتبقى لونها احمر من الصلصه والحاجه اللي فيها، بس انا في ساعات بعملها كده وساعات بحط عليها بودره زعفران، كان نوع من التغيير يعني مش اكتر. لكن هي ما بتفرقش في الطعم خالص. هي كانت عطياني لون اصفر كده، البطاطس والطماطم والبصل والحاجات دي عطياني لون اصفر، كان يعني عاجبني شويه. لكن انا بعملها برضو من غير بودره الزعفران احيان كتير، يعني كتير قوي بعملها من غير اللون ده. جبت كده بوله جنبي ووقفت اقشر بطاطس. جبت بطاطس وبصل. طبعا الحاجة يعني الله يكون في عون الناس كلها. الحاجة يعني تعتبر غالية يعني قدامنا. البصل غالي، البطاطس غالية، كل حاجة غالية. يعني ما عادش في حاجة اسمها أكل تفليطة بصراحة، كل الأكل اللي بيتكلف. فأنا جبت كده البطاطس وقفت أقشرها اهو، وهقشر البصل، ولسه في خضار تاني هيتعمل برضه. طبعا كلنا كده ندعي لبعض ان ربنا يفرج همومنا جميعا ويفرج كربنا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عن من سواك.
يا رب، يا رب فرج هم كل مهموم وفرج كرب كل مكروب، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزة، ربنا يا رب يكمل نصرهم على خير باذن الله. وحمد لله على سلامة الأسرى الفلسطينيين اللي ربنا الحمد لله فك أسرهم بعد سنين طويلة من السجون. بعد كده بقى نخلص كمية البطاطس اللي عندنا كده. لو وصلت معايا لحد هنا والفيديو يعني لغاية دلوقتي عجبك وبتتفرج عليا، ارجو ان انت تدوسي لايك وما تبخليش عليا ان انت تكتبي لي تعليق او تدوسي لايك زي ما يعجبك. كده البطاطس طبعا بالمقشرة اسهل بكتير، يعني في ناس ما بتحبش شغل المقشرة يعني، بس بصراحة ما بتهدرش لحم من البطاطس كتير، يعني ممكن وانت بتعمليه بالسكينة بتنحتيها قوي، فالمقشرة ديت بتاخد الطبقة الرقيقة اللي بره كده. وطبعا المقاشر دي بتبقى حلوة قوي في تقشير الجزر والكوسة والحاجات دي، لانك ما مش بتعرفي تتحكمي فيها بالسكينة قوي يعني زي المقشرة. كده خلصت كمية البطاطس اهي. هناخدها الاول كده نغسلها الاول قبل ما نكمل كده. انا غسلتها وجبتها وابتدي بقى اقشر البصل. طبعا زي ما انت عايزه بقى، عايزه تكتري في البصل كتري، بس يعني البصل غالي جدا، فعشان تعملي اكله زي دي يعني الثلاث بصلات دول ب10 جنيه. ب10 جنيه بصل، على اساس ان هيجيب لي مثلا نص كيلو حاجه، مش واخده بالي هو بكام يعني. لقيته جايب لي التلاتة دول ب10 جنيه. يعني لكم ان تتخيلوا ان انا ابقى بعت 50 جنيه يجي لي حبة خضار، الواحد كان بيجيبهم ب10 جنيه كلهم على بعض. الثلاث بصلات دول ب10 جنيه. فالله يكون في عون الجميع، والله يكون في عون أصحاب العيال يعني. بعد كده بقى خدت البصل على الحوض كده، غسلته وجبت صينية وابتديت ان انا اقطعهم. طبعا انا عامله في صينيه تعتبر كبيره شويه، لان احنا يعني انا عامله كميه، يعني انا قلت اطبخها كده بتكفي مثلا يومين، اريح نفسي تاني يوم من الطبخ وكده. فببتدي ان انا اعمل 2 كيلو كلهم على بعض، واللي بيفيض منها بحطها على رف التلاجة، وتاني يوم بحطها في صينيه وبسخنها عادي. اقطعهم كده. انا قطعتهم حلقات، قطعي زي ما انت عايزه بقى، عايزه تقطعي جوليان قطعي، عايزه تقطعي حلقات قطعي. حتى كان في كام بصله كده فيها حتت مش سليمه، بس ما سبتهاش برضو، خدت بقيتها برضو قطعتها، فما جاتش حلقات. جت جوليان كده، فاي حاجه يعني. بس لما تكون متقطعه حلقات كده بتبقى بالدواير دواير في الصينيه كده، بيبقى شكلها حلو. بعد كده نفس الموضوع مع البطاطس، هقطعها برضو حلقات كده بالطريقه دي. طبعا كلنا عارفين طريقة التقطيع، بس يعني انا بحب اتسلى معاكم كده، بحب اصور كل حاجة بالطريقة دي. طبعا تقدروا تعملوا الاكلة دي في طاجن فخار وتدخلوه الفرن، تقدروا تعملوه في في اي صينية. وفي ناس بتعملها في الحل على فكرة، يعني انا شفت ناس كتير بتعمل الخلطات اللي زي دي، وبتحط الفراخ او الاجنحة او اي حاجة تبع تقطيعات الفراخ يعني، تروح حطها في قلب الحلة وتسيبها تستوي خالص. وبعد كده بتروح شادة، لو يعني الفرن بتاعها مش شغال او حاجة، تروح شادة الأجنحة ومحمراها في الزيت وبعدين تغرف الخضار في اطباق، وتحط الحاجة اللي هي حمرتها، الفراخ اللي هي حمرتها على الوش كده، تبقى كأنها متحمرة في الفرن. بس طبعا ده لو الفرن مش شغال يعني، لكن يعني الأفران موجودة، بكل سهولة بنحط كل حاجة فيها يعني. بعدين الفلفل ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه ما تحطوش، بس هو بصراحه بيدي تيست عالي للاكله دي. مسكت كده كام قرن فلفل رومي كده، طبعا مش حراق، عملته قطعته كده برضو حلقات اهو. طبعا عايزه بقى انت تزودي فلفل حر حطي، بس يعني احنا ما يعني انا ما بحبش احط الحاجه الحاره بصراحه في الاكل، يعني كل حاجه على رأي الستات زمان كانوا يقولوا لنا بالقانون، كل حاجه حطها بالقانون. بلاش تقعد تحط حاجات شطة حارة، على فكرة الشطة الحارة ديت بتهري الكبد وبتعمل أمراض وحشة جدا وبتؤدي للوفاة يعني. ما تقعدوش بقى
في ناس بتحب تستظرف كده وتقعد تحط شطه كتير وفلفل حامي كتير، وتقول لك لا اصل احنا بنحبه. في ناس بتموت من الفلفل الحار. فانت لو هتحطي فلفل حار يبقى بالعقل، حته بس تدي طعم للحاجه، وتعملي لها معادله، يعني ما تكونش حر قوي بحيث ان اولادك حتى يعرفوا ياكلوا. فكل حاجه بالعقل وبالقانون يعني. فانا بصراحه ما حطيتش فلفل حار في الاكله دي خالص، انا حطيت فلفل رومي بس. وانا بحط بقى التتبيله، حطيت حبه شطه حمراء مطحونه بس، يعني تدي يعني ما يبقاش الاكل عادب قوي، يعني ما يبقاش ما فيهوش شطه خالص، لا حبه كده، حاجه ما تتعبش يعني. وبعدين جبت بقى حبه كزبره خضراء برضو، ده اختياري بس برضو بتعلي التست قوي. طبعا اي خضار انت عايزاه حطيه، عايزه تحطي كوسه حطي. انا بس يعني طبعا ان احنا بندي الفكره، وانتوا بقى احرار، عايزين تبدلوا مثلا الكوسه مكان البطاطس، عايزين تحطوها مع البطاطس، عايزين تشيلوا الكزبره الخضراء، عايزين تشيلوا الفلفل الرومي، عايزين تحطوا فلفل حار، انتوا احرار، هي فكره وخلاص كده. خلي بالكم انا بعد حتى ما حطيت حبه كزبره ناشفه خضراء كده شلتهم، لا هرجع ازودهم تاني يوم، حسيت ان هي قليله. بصراحه الخضار كان شكله حلو قوي يعني. على فكره ان الاضاءه عندي مش حلوه، فمطلعه الحاجه مش شكلها حلو، بس هي لو الاضاءه مظبوطه كده حلوه هتشوفوا شكل الحاجه دي هتبقى جميله جدا كده. شوفوا بقى ايه، شوفوا كام لون بقى في الصينيه، اخضر واحمر واخضر، اخضر واحمر واصفر وبيج كل حاجه. كل ما تكتر الالوان في الاكل كل ما فوائدها ايه تزيد كده. نقطعها كلها بقى. طبعا لو انت عايزه تحط بقدونس حط برضو، بتدي طعم حلو برضو. بس انا عموما ما بحبش اي البقدونس ده خالص، ما بحبوش لا في محشي ولا في اكل ولا حاجه يعني، بس يعني كل واحد وبراحته بقى. نفس اللي حطيته من البهارات في الاجنحه هحطه على صينيه البطاطس، عشان كله يبقى ايه متبهر كده مع بعض. ملح، فلفل، كمون، بودرة ثوم، بودرة بصل، كزبرة ناشفة، بابريكا، شطة، زعتر، كله. بس يعني ايه مرضتش انا اكتر بقى فيه، مرضتش احط بقى لا كاري ولا كركم ولا بودرة زعفران، كفاية اللون اللي على الأجنحة وهو هيديلي لون في صينية البطاطس. يعني ايه عشان ما يبقاش الحاجة اوفر قوي يعني. انا ممكن اكون حطيت سنة كركم بسيطة، انا بصراحة والله ما انا فاكرة انا حطيت ولا لا، بس تقريبا انا حطيت سنة بسيطة، بس ما حطيتش بودرة زعفران في البطاطس عشان كان هيبقى اللون ايه فاقع قوي يعني. على فكرة بودرة الزعفران بترمي لون جامد، فالحاجة الاوفر القوي دي متبقاش حلوة. استكفيت ببودرة الزعفران على الأجنحة بس. بالطريقة دي كده خلاص خلصت الايه، خلصت البهارات كده حطيتها على البطاطس. شوفوا شكلها حلو ازاي. طبعا هي هتبقى حلوة لو انتوا اللي عملتوها كمان يعني. بسم الله ما شاء الله عليكم، في ناس كتير منكم شطار جدا جدا على فكرة يعني. مش كل اللي بيشتغل على القنوات الطبخ هو اللي بيبقى أستاذ يعني، والناس اللي ما بتصورش بتتعلم، لا بالعكس. في ناس موجودة في البيوت لا بتصور ولا بتعمل قنوات ولا أي حاجة، وبسم الله ما شاء الله عليهم متميزين. فاحنا يعني بنعمل اللي ربنا يقدرنا عليه كده. الأجنحة اتبلت وشبعت من التتبيلة لغاية ما قالت كفاية كده. جينا بقى على صينية الخضار ونزلنا بالأجنحة. بعد كده بقى هنرمي الاسباتيولا دي على طول ايدنا كده ونستعمل ايدينا. ايوه كده، ربنا خلق لنا الايد نشتغل بيها. ما كانش فيه زمان حاجة اسمها معالق اساسا. هنغسل ايدينا ونشتغل. عايزة بقى تلبسي جلافزات تلبسي، عايزة زي حالاتي كده ما تحبش الجلافزات ما تحبهاش. انا عن نفسي والله لو هو ايه ما بحبش الجلافزات دي خالص، بحس ان انا متقربجه كده، كل ما اجي امسك حاجه تتزفلط في ايدي ما لهاش اي لازمه. انا ايدي حلوه جميله اهي، وبغسل ايدي وبعمل كل حاجه. انت بتغسلي ايدك وبتاكلي،
يعني انت مثلا هتقرفي ان انت تمسكي الحاجه بايدك، وانت كده كده ما انت هتاكلي في الاخر بيها برضو كده. شوف شكلها حلو ازاي بقى. طيب نغلي ميه بقى. انا غليت ميه في البراد، لو عندك بقى كاتل اغلي فيه ميه كده حلوه. وتعالي بص بقى، وانت بتنزلي الميه في الصينيه ما تحطيش الميه فوق الاجنحه، لان هيشيل اللون اللي عليها والتتبيله. اعملي فتحات كده بين الاجنحه وبعضها وانزلي بينهم. وبرده نفس الكلام لو انت حاطه اوراق او حاطه صدور او اي تقطيعات فراخ، ما تحط لو لحمه حتى، ما تحطيش الميه فوق الحاجه عشان التتبيله ما تروحش كده. برضو لو بتشوحي فراخ او لحمه او اي حاجه وانت نازله بالميه وانت متبلاها بقى، متبله الحاجات التانية دي وحاطه عليها الملح والفلفل والحاجه بتاعتها، انزلي في جنب على اساس التتبيله تفضل على الفراخ او اللحمه كده. انا حطيت تقريبا كوبايه ونص ميه، لان ده هتطلع بخار بقى وتسويلك الايه الاجنحه. طيب دي اللي انا حطيته دي ورق زبده، بس انا بليته يعني ما حطيتوش كده لانه بيتحرق. فروحت رايحه على الحوض، رحت مغرقه ميه ورحت جايباه ورحت حطاه على وش الصينيه. بعد كده حطيت ورق الالومنيوم او القصدير. طبعا هتقولي لي طب ليه ما حطيتش ورق الالومنيوم على الاجنحه على طول؟ هو غلط. طبعا هتقولي لي برضو انت قبل كده عملتي وحطيتي ورق الالومنيوم على الاكل على طول. في حاجه، لو الصينيه الحافيه بتاعتها عاليه وانت ضامنه ان انت لما تحطي ورق القصدير مش هيلمس الاكل، حطيه عادي. لكن انا عارفه ان الحافيه دي صغيره، فلو حطيت ورق القصدير او ورق الالومنيوم على الاكل على طول مباشره هيلزق فيه، هيجي عليه، فكده غلط، هيتفاعل معاه. فاعمل ايه؟ اعمل طبقه عازله اللي هو ورق الايه الزبده بعد ما بله كده. انا لفيته خالص اهو، اربكته خالص اهو من فوق ومن تحت. وبعدين ولعت الفرن من تحت ومن الجوانب، وبعدين نزلت بيه الصينيه دخلتها كده. بعد كده هطفي من فوق واسيبها تغلي من تحت لغايه ما تستوي خالص. بعد ما استوت خالص ولعت بقى من فوق اهو. انا شلت بقى الورق من فوقه عشان تشوفوا الصينيه استوت خالص اهي، ده بتدوب. وبعدين انا شغلت بقى الفرن من الجنبين علشان تاخد لون من فوق. طبعا كنت حاطه جنب الصينيه شويه بطاطا كده، بس العيال حتى بقوا يطلعوا كده واحده بواحده بالمره يعني، والفرن شغال. احنا طبعا طول ما الفرن شغال واحنا بنقعد نحدف فيه حاجات كده. كنا زمان نشوي بصل وبطاطس ونطلع ونحط عليه ملح وحاجات وناكل، نحط على البطاطس المشويه ملح وحاجات وناكل. والبصل قالب بقى لما يشوي البصل بقى يا سلام، جميل جدا. دي صينيه البطاطس بعد ما طلعت. طبعا هتقولي لي فيها شوربه، انا اللي قصدي اني اسيب فيها شوربه ما نشفهاش، عشان انا اولادي بيحبوا ان هم يطلعوا الشوربه دي في بوله. يعني بمسك الصينيه كده بروح نازله بالشوربه اللي فيها دي منزلاها في بوله، بيشربوها وبيغمسوا بها الرز يعني. فعايزه تصفيها الاول قبل ما تعملي خطوه الفحم دي اعمليها، عايزه تسيبيها زي ما هي سيبيها، انتوا حريتك هي مش فارقه يعني. بعد كده جبت كده ورق الومنيوم حطيته، او لو عندك طبق استانلس او اي حاجه عازله كده حطيها. وولعت الفحم ده على البوتاجاز وحطيته. طبعا الخطوه ديت بتخلي اكنك شاويه على الفحم اصلا. انا عملت الخطوه دي اكتر من مره في حاجات كتير، وانا بعمل الخطوه ده على طول يعني. بعد كده خلاص ريحه الفحم طلعت اهي. هنزل بنفس الايه الورقه اللي انا كنت مغطيه بيها، كنت شلتها كده على جنب عشان عارفه ان انا هغطي تاني اهو. او لو اي غطا عندك كبير يسع الصينيه دي اعمليه كده. هكتم الدخان خالص اهو. وبعدين هسيبها. طبعا في الوقت ده كنت ولعت على رز ابيض. طبعا عايزه تعمليه انت بشعريه اعمليه، عايزه تعملي رز بسمتي اعملي، كل واحد وراحته وزي ما ولادك عايزين وزوجك عايز. بعد كده بقى طبعا انا عملت الاكل وعملت الرز وعملت كل حاجه، والاولاد كان اللي في الدرس بتاعه واللي في الكورس بتاعها، وكل واحد في ناحيه. فما كانش حد هياكل يعني 2 ولا 3 اللي هياكلوا يعني، وال3 التانيين بره. فعملت ايه؟ شلت كده وغرفت على قد ال3 الموجودين اهو.
كده. شوف الجميله ازاي، فعلا فعلا كان طعمها روعه، تتاكل حاف. وعلى فكره انتوا تقدروا تاكلوا الاكله دي بعيش. لو عملتوا بقى اطعام وجبتوا بقى اوراق او صدور او حاجات من دي هتبقى حلوه قوي معاكم. لما تجيبوا بقى الطبق اللي هو متقسم ده، وتحطوا الرز مثلا بالشعريه في جزء، وتحطوا حبه البطاطس وعليها الورك او الصدر في جزء، ده يعني حاجه بتبقى شكلها حلو كده بالطريقه دي. طبعا تقدروا تعملوا الاجنحه ديت من غير البطاطس والحاجات اللي تحتها دي، وتقلوا البطاطس تعملوها محمرة عادي، بس يعني ايه، توفيرا للزيوت اللي هي اساسا يعني مش قادرين نجيبها كل شوية. فعشان اوفر في الزيت فبعمل الاكل ده مرة واحدة، ما حطيتش فيها الا معلقتين زيت بس. غرفت بس للي كان موجود، وبالهنا والشفا للي اكل اي حاجة، وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب يعود علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات. وانا بتمنى لكم كل خير، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، ودوسوا اللايك فضلا وليس امرا، وتصبحوا على خير.